بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من قناة نور الزراعة أحييكم، معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج تسميد جامعة عين شمس. النهارده نتكلم عن زراعة وتسميد وإنتاج محصول أو خضار الباذنجان. المحصول دوت يعتبر من محاصيل العائلة الباذنجانية، مثل الباذنجان والطماطم والفلفل والشطة والبطاطس والبطاطا. في نوعين من الباذنجان، نوع الطويل الأبيض والطويل الأسمر والأسمر المكور. بيزرع في أرض خفيفة خالية من الأمراض، جيدة التهوية، خالية من الأملاح. يستحمل ملوحة التربة 1300 ملي موز، وملوحة المياه 980 ملي موز. طبعا بيزرع في مشاتل، في شهر، في أحواض أو خطوط أو صواني، في شهر 6 و7 و8، لا يوليو أغسطس، أو في شهور 12 و1 و2، اللي هو ديسمبر يناير فبراير. عمر الشتلة في المشتل من 35 ل 45 يوم. تعطش الشتلة قبل الزراعة في الأراضي المستديمة ب7 أيام، ثم ترش بالري أو بالماء قبل الزراعة بساعتين 2. الزراعة في الأراضي المستديمة أو الأراضي خالية من الأمراض أو في الأراضي الزراعية. اتباع الدورة الزراعية، حرث الأرض حرث جيد، طبعا زراعة أصناف مقاومة للأمراض. طبعا بنحرث الأرض حرث جيد، بننزل الخدمة 30 متر سماد بلدي، خليط من الدواجن والمواشي والفيرمو كومبوست، زائد 300 كيلو سوبر، زائد 100 كيلو كبريت زراعي، ونبدأ نخلطهم مع بعض، ونبدأ نحرث الأرض تاني ونسويها. وبعد كده نبدأ نخطط الأرض بمعدل 10 خطوط على قصبتين، ثم نفرد الشبكة، ثم نزرع، ثم نغمر الأرض قبل الزراعة ب4 أيام، ثم الزراعة في وجود الماء، ثم طبعا الزراعة على 25 ل 35 سم من الجرة الأخرى. يحتاج الفدان إلى 6000 شتلة. يزرع في شهر، طبعا بيزرعوا في شهر 7 و8 و9، اللي هو يوليو أغسطس سبتمبر، وفي عروة الثانية اللي هي ب2 و3، اللي هي العروة الخريفي، فبراير مارس. بعد من 4 ل 6 يوم طبعا بنروي ري التجريع على الماشي، طبعا لساعدة الزراعة على التزهير أو التنشيط، على تنشيط الجذور. طبعا بنضيف لها كيلو كبريتات نحاس او جرعه اعفان جذور للتطهير. في الرايه اللي بعد كده بتبدا من طبعا على حسب من 8 ل 10 يوم من الزراعه، وضع مرش الجذور، ثم التسميد في التنقيط بعد 21 يوم من الزراعه. الرايه الاولانيه طبعا بندي 5 كيلو يوريا زائد كيلو هيوميك. الرايه الثانيه بندي طبعا بندي 5 كيلو يوريا زائد 3 كيلو بوتاس زائد لتر حمض فوسفوريك. الرايه اللي بعدها 5 كيلو نترات كالسيوم زائد لتر نيتريك. الرايه اللي بعدها 5 كيلو مغنيسيوم زائد لتر فوسفوريك، ونص زنك، نص من حديد، نص منجنيز، ربع كيلو نحاس. رشه عناصر حديد زنك منجنيز كل 15 يوم. رشه للكبريت الميكروني والميتال اكسايد. رشه طبعا منكوزيب، رش المن والتريبس والاكروسات والعناكب. رشه دوده، رش الفطريات زي البيض الزاغ والبيض الدقيق وعفان الثمار. رشه عناصر احماض امينيه طحالب بحريه. وفي التزهير رشه كالسيوم بورون لزياده التزهير او رشه الكالسيوم. بعد كده بنرش في حاله التحجيم بنرش بوتاس او سطرات بوتاسيوم او نترات بوتاسيوم. بعد كده بندي 6 كيلو 43 زائد لتر حمض فوسفوريك، او ندي 10 كيلو بوتاس مع لتر حمض فوسفوريك، او افضل نسمد كل تسميد على حده لوحده. سليم. في حاله الري بالغمر طبعا يحتاج الفدان الري طبعا تسميد على 3 دفعات. الدفعه الاولى 50 كيلو يوريا، 50 كيلو ملح، 50 كيلو بوتاس، 150 كيلو سوبر ناعم. الرايه الثانيه او الدفعه الثانيه 150 كيلو نترات زائد 50 كيلو بوتاس زائد 50 كيلو سوبر. الدفعه الثالثه 50 كيلو ملح، 50 كيلو بوتاس، والدفعه اللي بعدها 25 كيلو مغنيسيوم مع عناصر. بعد كده بنرش كبريت ميكروني، بنرش رشه كبريت ميكروني، رشه بوتاسيوم، رشه كالسيوم بورون، رشه زنك بالاحماض الامينيه، رشه البياض زي البياض الدقيق او البياض الزغبي او اعفان الثمار. جرعه طبعا بياخد جرعه اعفان جذور، جرعه منشط، جرعه نيماتودا، مطهرات. واهم شيء نركز على الدوده القارضه والحفار، ونحط لها كلوروبروفوس او ميسايل 90 في السماده. بنركز على رشه المن والتريبس برضه، ورشه العناكب. بنرش على برضه بنركز على رشه البياض، وخاصه الفطريات زي البياض الزغب، البياض الدقيقي، اعفان الثمار. والسلام عليكم ورحمه الله.